السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الرابع، أهلا وسهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض صفحة 39 و40 من كتاب كونكت جيم الأضواء إنجليزي الصف الرابع. يا ريت يا أبطال ما تنسوش دعموني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات، ونقول بسم الله. السؤال الأول بيقول لك هنا listen and circle the correct answer from A B C or D. نمبر 1 بيقول لك هنا I remember my first day. أنا تذكرت اليوم الأول ليا أوف سكول في المدرسة. رقم 2 I put on a blue t-shirt. أنا برتدي تيشيرت لونه أزرق. I carried my backpack. أنا حملت أو شلت حقيبة الظهر بتاعتي اللي هي باك باك. طيب هنا بيقول لك my father اللي هو والدي drove me to school، يعني والدي ساق بيا إلى المدرسة. طيب هنا في السؤال الثاني choose the correct answer. number 1 the Nile is the longest river in the world. بيقول لك نهر النيل بيكون أطول نهر في العالم. رقم 2 there are a lot of trees. بيوجد العديد من الأشجار in the هتقول له in the forest في الغابة. طيب هنا يا بطل بيقول لك read and complete the text with the words in the box. كلمة worked ومودرن ودونت وساتردي ودازنت. Our town مدينتنا had a shopping area فيها منطقة تسوق. but it was very old لكنها قديمة جدا. dad worked in a shoe store. والدي بيعمل في محل أحذية. on Saturday في يوم السبت. today اليوم we have a big modern shopping mall. احنا عندنا مركز تسوق كبير. but I don't like shopping لكن أنا مش بحب التسوق. I want to play football. أنا بحب إن أنا ألعب كرة قدم. كده يا شباب حلنا صفحة 39، ننتقل إلى صفحة 40. ما تنسوش تعملونا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. رقم 2 هنا في التشوز ذا كوريكت أنسر بيقول لك our grandpa يعني جدي lived in بيعيش فين؟ هتقول له فيلاج بيعيش في قرية many years ago لسنوات طويلة. the city is very noisy المدينة بتكون أكثر ضوضاء. هنا answer the following question. number 1 بيقول لك how was grandfather village. كيف كانت القرية بتاعت جدك؟ هتقول له it was very quiet إنها كانت هادئة جدا. طيب رقم 4 when did grandpa visit the city. متى زار الجد المدينة؟ هتقول له last year السنة الماضية. هنا في السؤال الخامس read and correct the words between practice. صحح الكلمات اللي بين الأقواس. he had a party last week. هو كان عنده حفلة الأسبوع الماضي. طبعا last ده في الماضي فاحنا هنخلي have تبقى had. did you eat هل انت أكلت healthy food طعام صحي. she didn't buy a new dress last week. هي ما اشترتش فستان جديد الأسبوع الماضي. رقم 4 منى didn't go to school yesterday. منى ما راحتش المدرسة امبارح أو أمس. هنا في البنك تويت يا شباب بيقول لك أكرم الأول حرف هتحطه إيه كابيتال لأن ده اسم من الأسماء فهتحطه في الآخر هنا نقطة. الباراجراف يا شباب بيتكلم عن ماي تاون. في الباراجراف يا شباب هنقول my town is very quiet. المدينة بتاعتي بتكون هادية جدا. in the past في الماضي. now الآن my town is very noisy. المدينة أصبحت أكثر ضوضاء. and there are lots of people. ويوجد العديد من الناس أو كتير من الناس. we had no cars in the past. ما كانش عندنا سيارات في الماضي. now الآن there are a lot of cars and trucks. لكن الآن أصبح يوجد الكثير من السيارات والشاحنات. حنا صفحة 40 يا شباب، ننتقل إلى صفحة 41. اختبار الأزهر على يونت 7 بيقول لك إن listen and choose the correct answer. grandpa يعني جدي. village القرية بتاعت جدي was very quiet كانت هادية جدا. there were no cars in the past ما كانش فيه عربيات في الماضي. now الآن there are a lot of trucks يوجد العديد من الشاحنات and cars والسيارات. نيجي هنا يا بطل بيقول لك read and complete the dialogue. رقم 1 هنا كيلومترس لونجست يعني أطول وريفر نهر ولونج يعني طويل. هنا المحادثة بتتم بين سارة وهانا. what do you know ايه اللي انت بتعرفيه about the نايل. هتقول له the river نايل عن نهر النيل. ردت قالت لها it's the longest river انه بيكون أطول نهر in the world في العالم. how long is it كم يبلغ طوله؟ قالت لها it's 6670 كيلومترز. يلا يا بطل هنا بيقول لك read the text and answer the question. هنا في السؤال بيقول لك هنا answer the following question. where did grandpa meet سامي. امتى جد سامي قبله؟ هتقول له at the train station في محطة القطار. at the train station. طيب how is life in طنطا now. كيف تكون الحياة في طنطا الآن؟ هتقول له live in a different
there are الحياة بتكون مختلفة. there are many cars بيوجد العديد من السيارات and on the roads على الطرق. there are many shops بيوجد العديد من المحلات and big shopping و shopping mall too وبيوجد أيضا الكثير من مراكز التسوق أيضا. choose the correct answer. سامي grandpa lives in جد سامي بيعيش في طنطا. سامي took ذا هتقول له train to طنطا. سامي أخذ القطار لطنطا. سامي grandpa was very happy جد سامي كان سعيد جدا. كده حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. بالتوفيق والنجاح يا رب. مع السلامة.